السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بإخواتي وحبايبي، يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في سعادة، يا رب تكونوا في أتم صحة. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. قبل ما نبتدي الوصفة هنسمي الله ونصلي على رسول صلى الله عليه وسلم. بصوا حبايبي، جبت لكم طريقتي في تفريز البامية. الطريقة دي أفضل طريقة معتمداها في التفريز، طعمها ما بيغيرش أبدا. لو قعدت معاكي بالثلاث سنين ما بيغيرش حرفيا، لونها وطعمها ما بيغيرش، أكنك حرفيا جايباها لسه فريش. الطريقة سهلة جدا جدا، وإن شاء الله الطريقة هتعجبكم جدا وعلى ضمانتي. الباميه دي جات لي من اختي وحبيبتي واغلى الغاليين على قلبي، ربنا يحفظها يا رب ويخليها لينا يا رب. الباميه بقى غسلتها كويس جدا جدا جدا، الميه بتاعتها حرفيا تبقى بيضه قشطه كده، وطبعا وهتنقعها في شويه خل عشان تعقم يعني. طبعا بعد ما غسلناها كويس جدا جدا هصفيها في مصفى او على فوطه نظيفه لحد ما تنشف. هقمعها زي ما انتم شايفين كده معايا. تمام، ادي كده طريقه التقميع بتاعها. هجيب بقى حله، حله كسكسي او حله عاديه، ويكون فوقها مصفى يعني. الحله طبعا ايه، هضيف فيها ميه. الميه لما تغلي هضيف ايه بقى في الميه؟ هضيف معلقه بيكربونات الصوديوم. هضيفها معاكم دلوقتي، معلقه بيكربونات الصوديوم زي ما انتم شايفين كده بتفور، ومعلقه كبيره سكر، وعصره ليمونه. واحط كمان قشره الليمونه في الميه. تمام، واحط ايه المصفى ايه فوقيهم. طبعا الميه لازم تكون بتغلي قبل ما تحط الباميه زي ما انتم شايفين كده. هحط الباميه طبعا، الباميه هحطها حبه بحبه، مش هحط كتير علشان ايه ما تتكتلش فوق بعضيها، والبخار يوصل لها ايه ليها كلها. الباميه بسيبها دقيقه واحده بس، مش اكتر من دقيقه، دقيقه واحده بس. لو اكتر من دقيقه هتبقى مستويه معانا. طبعا دقيقه، بص بعد دقيقه لونها بيغير كده اخضر جميل. طبعا بطلعها على فوطه مطبخ او حاجه مخصصه لايه للاكل. بطلعها بعد طبعا ما اسيبها دقيقه اطلعها تبرد. بعد ما تبرد طبعا هعبيها في اكياس. طبعا هتعبيها في الاكياس طبعا على حسب الطبخه بتاعتك. الطبخه بتاعتك نص كيلو، كيلو، زي ما تحبي يعني، على قد الطبخه. علشان اول ما تطلعها من بعد طبعا ما تعبيها في الاكياس هتطلعي الكيس على قد الطبخه، هتطلعيها طبعا وهي متسبكه التسبيكه بتاعتك، وتطلعها تسبيكه على طول. تمام. الطريقه سهله جدا جدا جدا، بس طعمها حرفيا بص فريش. طبعا في كيس باميه ويكا عملته معايا. ده عشان كانت الباميه معايا كبيره فعملتها ويكا. ودي طريقه التغليف. تمام. لايك بقى وشير وسبسكرايب للقناه، وكومنت كده حلو من ايديكم الحلوه. احلى عيله، ربنا يا رب يبارك لكم في عمركم، انا بحبكم في الله. ربنا يحفظكم، وكل اللي دخل جديد في القناه انا برحب بيه. واشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده. مع الف سلامه، مع السلامه.